دائما كتسولوني عليها وما فهمتوهاش وتتبارطاجيو. بزاف ديال البنات كيقولوا هوز هوز ولكن ما كيعطوكمش التفاصيل. غنعاود نقولها لكم، بارطاجيها مع صاحبتك، مع جارتك، مع عمتك، مع خالتك اللي عندها راجلها ماشي حساس وما كيوحوحش وما فيهش كثره الفهامات. اوكي، اللي فيه كثره الفهامات وغيوحوح عليك وغيمرضك ما عندك اختي ما ديري به، ديريهاش معاه من الاخر. واخا اختي غنقول لك الحيله ديال الهوز، غتحتاجي هوز اللي هي هذيك المهم اختي غتجيبي هاد الحلوه ديال الهوز غتاكلي وحده ياك، غتاكليها لواحد المده لا تفوت دقيقه اختي، باش ما يكونش الجهد بزاف. الا كنتي اول مره، اللي محاربات قدامات وعارفين هذا الشيء راك اختي تقدري تزيدي لها طوس. اوكي، اللي راجلها اول مره بغات دير معاه التجربه اختي خاصك ديريها غير واحد شويه وتشلي فمك، كنسطر عليها شلي فمك باش ما تبقايش كتلصقي فهمتي اختي؟ شلي فمك مزيان بالماء حتى ما تبقى فيه حتى شي حاجه كتلصق. عاد يمكن لك تقومي بالعمليه اللي انت عارفاها وانا عارفاها. والبنات اللي فاتوا هذا السطاج هذا ممكن